عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة جديدة علينا إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين يا رب بصحة وسعادة دايما. احنا النهاردة هنعمل شوية جراميش حلوة علشان السجعة اللي احنا فيها دي، حبة شاي بلبن حبة شاي سادة. ويلا نبدأ مع بعض يوم جديد. اللهم صل على سيدنا محمد الأول. جبنا بولة هين جزاز ورحنا جايبين اللهم صل على النبي كوباية لبن مش كانت رويبة، رحت جايبة شوية خل كده فراحت مقطعة على طول معانا اهي زي ما انتم شايفين اهو. حط عليها معلقه خل تروح مقطعه معاكي. اللبن الرايب دايما بيخلي الحاجه طريه وجميله. واروح جايبه معلقتين سكر اهو، معلقتين وربع كده سكر، ونقلب مع بعض كده. ونروح جايبين الكيس الخميره الفوريه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. نبدا بقى نقلب كده، يبقى خلاص كده نسيبها بقى تتفاعل مع بعضها كده. الطبق بتاعنا الحلو ده اللهم صل على النبي. الاول رحنا جايبين كيلو دقيق، ورحنا جايبين رشه ملح بسيطه اهي، ومعايا كيس بيكنج باودر. احط زي معلقه بسيطه، مش هحطه كله علشان احنا حاطين ضايفين خميره، يعني نصه واسيب نص اهو كده. وتروحي قافلاه كده. واروح جايبه معايا برضو معلقتين سمسم او 3 هم على حسب معانا كيس سمسم حط. واروح مقلبه الخليط الجاف دي كله مع بعضه كده. وابدا انني اعجن بقى اهو. اروح بقى نازله بالخميره بعد ما يعتبر اتفعلت معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. واروح نازله بقى بايدي اقلب الخليط دي كله كده مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله. دايما البيت اللي بيبقى فيه يعني معجنات ودقيق كده بيكون كله بركه كده ومليان خير ان شاء الله اهو. ورحت نازله معايا بكوب يعتبر الا ربع سمنه، ورحت جايبه زي رشه حبه زيت كده، زي 4 معالق زيت كده. تديها تديها زي جرشه كده عشان الجراميش بتاعتنا تبقى حلوه وطريه كده وناشفه. انما لو جرس مش هخليكي ان انت تحطي مثلا زيت، لان الزيت بينشف الحاجه. نبدا بقى نعجن معانا العجين ده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. ونكمل بقى عجيننا بالميه بتاعتنا. بعجن بيفتح العجينه وبيخليها ممتازه. جراميش جميله كده هتعجبكم خالص اهو ما شاء الله زي العسل. شايفين؟ نقعد بقى نبس العجينه كده في بعضها كده لحد ما اما تبقى عجينه زي العسل. نروح بقى نازلين بحبه ميه تكون دافيه، وبرده ندم العجينه تاني. شايفين؟ نحط ميه تدريجيه كده، مش نروح كاتبين ميه اهو. نلم بقى العجينه مع حبه ميه ونوريكم العجينه تلتم. احنا كده خلاص لمينا العجينه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين زي العسل اهي. بصوا شايفين طريه وجميله ازاي اهي زي. يبقى احنا كده خلاص لمينا العجينه بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا رحنا جايبين مج لبن ودوبناه في الخميره. ده انا بقول علشان البنات الصغيره اللي هي لسه مبتدئه. جبنا مج لبن ورحنا مدوبين في الخميره، ومعلقتين او 3 سكر على حسب الرغبه، وركناهم شويه. ورحنا جايبين كيلو دقيق حطينا عليه معلقتين سمسم، واللهم صل على سيدنا محمد رشه ملح بسيطه. ورحنا بقى نازلين عليهم بكيس فانيليا. ورحنا بقى لمين العجينه بالسمنه. جبنا كوب سمنه، كوب الا ربع سمنه، وبالباقي زيت، عشان دي يعتبر جراجيش اللي هي احنا بنقولها في الفلاحين منين. ورحنا جايبين اللهم صل على النبي بقى كملناها عجين بالميه اهي. النتيجه دي هي اللي طلعت ما شاء الله زي العسل، طريه جميله هي. نحطها في الطبق بتاعنا دي ترتاح شويه اهو. نحطها في الطبق دي بقى ترتاح شويه، ونغطيها كده حوالي ربع ساعه او 10 دقايق. يبقى خلاص بعد ما العجينه ارتاحت كده نقطعها حوالي 4 قطع كده اهي اهو. نروح شايلينهم كده على الفرن كده بعيد، ونروح عاملينه زي رول كده طويل اهو، ونفرد اهو. ونروح بقى نحاول ان احنا نسويها كده ونعملها سمك رفيع خالص علشان هي لسه هتخمر، عشان فيها عجينه وكده. نسويها بقى كده اهي
ونبدأ بقى ان احنا ايه نقطع زي ما انت على حسب رغبتك خالص اهو. خلاص كده نقطع اهو معانا. يبقى هي دي الجراميش الحلوه بتاعتنا الايه الشتويه الحلوه اللي بالشاي الساده او الشاي بلبن. الله روعه وجميله خالص. شايفين ماشيه معانا ازاي اهو. اهي يبقى نروح جايبين منديل او فوطه ودهنين الصينيه زيت، ونروح بقى ايه نازلين بالايه الجراميش بتاعتنا دي كده، ونسيبها لما تخمر خالص. نغطي الصينيه كده معانا ونسيبها لما تخمر خالص وتبقى احلى ايه جراميش اهو. ما شاء الله زي العسل. شايفين؟ حاولي ان انت توسعي برضو مكان الصينيه كده علشان ايه هتخمر معاكي وهتزيد في الصينيه اهو. نكمل الكميه معاكم ونوريكم ايه رايكم بقى. الكميه هي ما شاء الله. نكمل الكميه ونوريكم بقى الباقي. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خلصنا الكميه هي. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي خلصت الكميه ما شاء الله. بصوا وسيبتها حوالي ساعه تختمر كده، ورحت برضو عامله الصينيه دي معايا هي، وحبيت ان انا ازوج اكمل يعني، فرحت عامله ايه 7 8 جرس هم اللي ايه زياده يعني. نسوي مع بعض كده ونجيب بقى شويه لبن ان ندهن وش الايه الجراميش كده. يبقى اروح جايبه الفرشه بتاعتنا ونص كوبايه لبن اهي، وابدا ان انا ايه ادهن الجراميش كده عشان تبقى تدي لمعه كده وتبقى 100 100. ندخلها الفرن كده ونوريكم احلى جراميش كده في الساعه اللي احنا فيها دي. بألف هنا وصحة. يا رب الوصفة بتاعتي تعجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو مش تنسوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو انا بعمله. معلش وصفاتنا بسيطة وسهلة، ان شاء الله نكبر بيكم وليكم كده، ويا رب دايما كده يا رب نبقى مع بعض على الخير. ربنا يجعلها سنة هنية علينا يا رب وعلى المسلمين اجمعين، اللهم امين. يجعل كده اللهم صل على سيدنا محمد سنة 2024 سنة مباركة كده بالخير والصحة علينا وعلى أولادنا يا رب العالمين. يبقى احنا كده خلاص هنخلص الكمية اهي وندخلها الفرن ونوريكم ايه أحلى شوية جراميش كده تستاهل بكم، ونوريكم المنظر. يبقى بسم الله ما شاء الله النتيجة شايفين زي العسل اهو. وادي الفطرتين اللي عملناهم وادي الايه. يلا بقى كده نرصهم مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله شايفين اهو زي العسل اهو. هو اجا تخين شويه بس بصوا يعني الواحده اللي ياخد واحده مش هياخد التانيه ان شاء الله اهو. ما شاء الله زي العسل. الف هنا وصحه يا رب كده. جربوه تقولوا لي رايكم اهو. ما شاء الله والله ولا واحده. بصوا شايفين الحروف وكله 100 100 اهي اهو. يلا نكمل كده مع بعض بس اهو. جميل وزي العسل اهو. ما شاء الله زي الورد. يا رب ينال اعجابكم كده وتجربوه تقولوا لي رايكم. ينفعكم وتعملوا حبه شاي وانتوا قاعدين كده في السجعه بالف هنا وصحه. وطبعا زي ما اتعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله، ومع الف سلامه ومع السلامه.